السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل فيه روتين سهل وبسيط وسريع، وان شاء الله هيكون خفيف عليكم. انا النهاردة عندي عزومة، فاول حاجة قلت ابدأ بها اعمل الصالة، لان الصالة النهاردة هتاخد مني وقت كبير جدا، علشان انا هلم السجاد وهلم الكفر بتاع الانتريه وهلم كل حاجه موجوده في الصاله، وهدهن الحيطان زي ما حضراتكم هتشوفوا باذن الله. طبعا انا الحمد لله عامله الاكل بقالي يومين وكل حاجه جاهزه، مفيش خالص غير على التسويه على طول. يعني الاكل جاهز هطلعه هسويه على طول، وهوريكم شكل الحيطان عامله ازاي وهندهنها مع بعض، وكل حاجه هعملها في الفيديو باذن الله زي ما حضراتكم هتشوفوا. ان شاء الله فيديو النهارده هيكون سهل وبسيط وخفيف عليكم باذن الله وهيعجبكم باذن الله. اتمنى لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما ابدا الفيديو هصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هوريكم السجال اللي انا اشتريته امبارح. السجال ده انا اشتريت منه 2 امبارح، جمال جدا ما شاء الله، واسعين، تاخدي راحتك فيهم. انا بحب الحاجات الواسعه وبحب الحاجات اللي تكون طويله زي ما انتم شايفين. انا عجبوني امبارح 2، جبت 2 الوان مختلفه، جبتهم من عند بيت ابويا، يعني من عند المكان اللي هم عايشين فيه اللي هو الوراق. انا اشتريت 2، الواحد عامل 200 جنيه، جمال جدا ما شاء الله. لو عايزين تعرفوا المكان اللي انا اشتريت منه اكتبوا في التعليقات. زي ما انتم شايفين شكله تحفة جدا وقماشته جميلة جدا ما شاء الله. اول حاجة هبدأ بيها هي الصال. انا طبعا عندي عزومة النهاردة، فطبعا صحية الصبح بدري. انا طبعا عاملة اكل كتير النهاردة، فانا مخلصاه من امبارح يا دوب، بس على ايه، على التسوية على طول تمام، لان طبعا عاملة كمية محاشي كتيرة جدا. عاملة كفتة وعاملة فراخ مشوية وعاملة لحمة بالرز البسمتي وعاملة سلطات وعاملة بطاطس وعاملة كمية اكل كتير النهاردة تمام. فانا خلصته امبارح، في بس حاجات بسيطة هعملها ان شاء الله النهاردة. فاول حاجه بدات بيها قلت اخلص الصلاه الاول، وبعدين انا طبعا اتفقت مع بناتي ان كل واحده هتخلص حاجه. بنتي الكبيره دخلت على اوضه الاطفال، وبنتي اللي هو الوسطانيه قلت لها اوضه النوم، وبنتي بقى الثالثه قلت لها عليكم على المطبخ تمام، وبنتي بقى الرابعه ما شاء الله اللهم بارك قلت لها عليكم على البلكونه تمام. فاحنا عشان الحق اخلص بدري، وعشان طبعا انت عارفين لما بكون عامله كميه اكل كتيره بياخدوا تسويه كتيره جدا على البوتاجاز، لان انا عندي البوتاجاز 5 عيون فما بيشيلش كميه الاكل تمام. فانا هسويه على المراحل، وهستخدم كمان الفرن اللي انا حطاها في البلكونه علشان هعمل فيها الفرخه المشويه، وهرز فيها شويه اكل تمام. فاول حاجه لميت الكفر بتاع الانتريه، ولميت الكساوي بتاعه السفره زي ما انتم شايفين. في الوقت ده انا عامله كوبايه قهوه. انا يا دوب عملت حاجات بسيطه بس فطرت فيها الصبح لحد ايه ما نعمل فطار. احنا متعودين ان احنا بنفطر متاخر، فطبعا النهارده عشان مش فاضيين فكل واحده عملت لها سندوتش كده خطافي. فعملت كوبايه قهوه علشان ابتدي ان انا افوق، لان انا بقالي يومين ما نمتش. انتوا عارفين لما بكون عازمه حد بحضر قبلها بيومين، يعني يوم بنزل بشتري فيه الحاجات كلها اللي انا محتاجاها، وتاني يوم ببتدي ان انا احضر تمام، وتالت يوم ببتدي ان انا اسوي زي ما حضراتكم هتشوفوا باذن الله. انا هنا طبعا بدات ان انا الم السجاد زي ما انتم شايفين. السجاد هنا مبقع، يعني مبقع، يعني والله العظيم ابن الصغير طبعا ما شاء الله عليه كل ما بياكل حاجه بيرميها في الارض. فطبعا السجاد مبقع جدا، انا بوريه لكم في الفيديو اهو. والانتريه طبعا الانتريه انا كنت حاطه عليه الكفر، مهما تحط عليه حاجه برضه بيطبع. انا كنت هنا بقول لبنتي شايفين الانتريه عامل ازاي في كميه بقع، طبعا انا هغسلها علشان قبل ما افرش. فاول حاجه طبعا هلم السجاد ده وهنفضه كويس وهشيله على جنب، واول ما افرشه هنضفه تمام، لان انا ما ينفعش انضفه دلوقتي على الوسخ علشان طبعا فيه كميه تراب وفيه لب وفيه حاجات. فلازم اول حاجه ان انا انضف السجاد الاول، وبعدين اكنس الارض كويس جدا. ولما افرش خالص هفرد بقى السجاد وهشيل البقع انا عندي مزيل للبقع. انا وريت لكم قبل كده كذا فيديو، والله العظيم جميل جدا ما شاء الله، ومسافه ما بترشوه بيشيل البقع جدا. طبعا انا بوريكم الفرشه. طبعا أنا عندي بقع كتير على الحيطان زي ما حضراتكم هتشوفوها دلوقتي. انا قلت لكم قبل كده ان انا عامله دهان مخصوص للشقه، يعني ركناه عندي على جنب، وقت ما ابني يشخبط على الحيط او وقت ما بنتي بتبقع في الحيط زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا ادهنه. انا هنا هبتدي دلوقتي ان انا اوريكم شكل الحيطان قبل ما ابدا ان انا افرش الشقه او افرش الانتري او امسح السيراميك. هبتدي ان انا ادهن الحيطان الاول. شايفين كميه البقع اللي على الحيطان؟ طبعا الحيطه ديت بتكون في الوش، بتكون ورا الباب على طول، فكل اللي داخل واللي خارج باصص عليها. فطبعا في التصوير مش مبينها والله العظيم، بس هي يعني ظاهره قوي. هبتدي ان انا ادهنها. ده اللون اللي عندي نفس لون الحيطان الموجود عندي، ده اسمه فانيليا لاتيه.
انا عملت نفس الدرجة بتاعة الحيطان علشان اي بقعة بتبقى في الحيطان ادهنها على طول، لان لو ما كانش عندي اللون ده مش هعرف اوصل للدرجة بتاعة الحيطان، هتبقى مبقعة. تمام. انا هنا بدأت ان انا ادهن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انا جايبة فرشة صغيرة علشان اعرف اتحكم في الدرجة بتاعة الحيطان او الدهان اللي انا بستخدمه. تمام. مش اي حد يعرف يدهن، لان الدهان بيكون يعني يكون حد قبل كده داهن. ازاي يعني انا هنا بدهن وانا عارفه بعمل ايه، لانكم انتوا لو مركزتوش في الدهان اللي بتدهنوه سوا اللون نفس اللون، لان لو دهنتوا يعني اكتر من المطلوب الحيطان هتبقع. انا هنا دهنتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا ادهن باقي الحيطه الناحيه التانية زي ما انتوا شايفين. واي حيطان عندي مبقعه انا هدهنها بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. انا بقى خدت جولة في الصالة كلها وشفت اي حيطان فيها بقع انا دهنتها بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. تمام. هبتدي دلوقتي ان انا انفض الانتريه، علشان لما نفضت السجاد كل التراب جت على الانتريه زي ما حضراتكم شفتوا. تمام. انا هنضفها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا افرش الانتريه، بس مش هفرش الكفر اللي حضراتكم شفتوه. انا الكفر ده جايباه للبيت بس وقت ما بيكون عازمه حد، او وقت ما بعرف ان في حد جايلي بفرش المفرش اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. المفرش ده جميل جدا جدا. انا جبت ب520، اسمه جلد مقلوب، مهما تكب عليه ميه ما بيوصلش للانتريه من تحت، بس مشكلته ان هو يا دوب مغطي الانتريه مش مغطيه كله، هو ده مشكلته. تمام. انا بس جايباه للضيوف بس، انما انا بستخدم الكفر اللي بيكون بيغطي الانتريه كله علشان بحمي الانتريه. تمام. انا هنا ببتدي ان انا افرش الانتريه زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا كان الزيق بتاع الانتريه كان واقع، بدخله زي ما حضراتكم شفتوا. وهنا بيكون في 12 حته صغيره كده بيتحط على الانتريه من فوق، وده الكسوه الصغيره. الانتريه عندي كرسيين كبار واتنين صغيرين، طبعا الاتنين الصغيرين بيكون لهم مفرشين صغيرين مظبوطين يعني نفس المقاس، انما الكنبتين الكبار في واحده بتكون كبيره شويه وواحده بتكون صغيره شويه زي ما انتم شايفين. انا بحب المفرش الصغيره كده يعني حلو قوي، اللون بتاعها تحفه. انا جايبه اللون نفس اللهم صل على النبي، اللي هو الكافيه زي ما حضراتكم شايفينه ده. تمام. هو بيجي ورا 6. تمام. انا بحط على الكرسي الصغير واحده، وعلى الكرسي التاني واحده، وبحط على الكرسي التالت اللي هو بيكون وسط بحط واحده، وبحط 3 على الكرسي الكبير زي ما حضراتكم هتشوفوا. ده طبعا المفرش برضو الصغير. بغطي الانتريه زي ما انتم شايفين وبسويه، هو جميل جدا ما شاء الله ومظبوط جدا، والمقاس بتاعه مظبوط زي ما حضراتكم شايفين. تمام. هبتدي دلوقتي ان انا اغطي الكنبه الكبيره زي ما انتم شايفين، هي الكسوه جايه مظبوط. هم طبعا بيكونوا عارفين المقاسات بتاعه الانتريهات عشان كده بيحطوه مظبوط. تمام. المفرش ده مظبوط جدا، جميل جدا، قماشته تحفه تحفه، مهما تغسليه بيفضل زي ما هو. مهما تكب عليه ميه مش بيطبع الانتريه من تحت، والله جميل خالص. انا جبته ب520 زي ما قلت لكم، بس مشكلته ان هو بيغطي الجزء اللي تحت بس. تمام. فعشان كده انا جايبه له الضيوف، اي ضيف بيجي لي بفرشه. لما بيمشي الضيوف بشيله، يعني بشيله بغسله، ووقت ما بيجي لي حد بفرشه زي ما انتم شايفين. تمام. هبتدي ان انا ارص المخدات. طبعا المخدات دي انا شايلها في حته بعيده جدا علشان طبعا العيال هتبهدله، فوقت برضه ما بيجي له ضيوف بطلعهم، مفيش ضيوف بشيلهم زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. انا هبتدي ان انا اظبط المفارش الصغيرين زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا ارص المخدات كلها. الجزء ده انا مرضتش احذفه، حبيت بس اوريكم. دي فاطمه الصغيره، دي اصغر واحده عندي في البنات. ما شاء الله عندها 5 سنين بس مش باين عليها. انا بقول لها ايه رايك يا فاطمه؟ قالت لي ادخل اشوف الاول. قلت لها ادخلي يا اختي قولي لي ايه رايك، فحبت تتجول كده وتقول لي ايه رايها. هنا طبعا اول ما ابتديت ان انا ادخل راحت هي خارجه. فانا هبتدي ان انا ارص بقى المخدات زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الانتريه جايه وراه كميه مخدات زي ما انتم شايفين، تقريبا 10. مش عارفه والله ايه كميه المخدات دي. تمام. ده انا لما اجي اشيلهم بياخدوا مكان كتير جدا زي ما انتم شايفين، بس ما شاء الله هم جمال جدا. الانتريه شكله تحفه، الخامه بتاعته جميله جدا، المخدات جمال جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. انا هنا ابتديت ان انا امسحها. طبعا انا فرشت الانتريه ودهنت الحيطان زي ما حضراتكم شفتوا، كنستها كنسه كويسه، كل حاجه كانت قدامكم في الفيديو. هبتدي دلوقتي ان انا امسح الشقه زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي تقريبا الساعه جت 10، زي ما انا قلت لكم انا صاحيه بدري علشان الحق اخلص الشقه كلها. وهبتدي ان انا اسوي كميه الاكل، لان انا ما شاء الله النهارده عامله كميه اكل كتيره جدا، وهتاخد يعني مده اطول في التسويه، لان انا يعني كميه الاكل مش هتتسوى مرة واحدة، هتتسوى على كذا مرحلة، علشان البوتاجاز عندي 5 عيون، فساعات ما بيشيلش 5 حلل، ساعات بيشيل 3 حلل 4 حلل، فعشان كده بسويهم على كذا مرحلة. تمام. اول حاجة طبعا انا هعمل الكفتة الاول، هصبعها وهركنها على جنب، وبعدين هعمل كده كده اصلا الفراخ المشوية بتتعمل في الفرن،
واللحمه برضو انا هعملها على البوتاجاز من فوق، فان شاء الله هقدر الحق اخلص قبل ايه، قبل ما الضيوف يجوا. تمام. انا هبتدي ان انا امسح الشقه كويس جدا علشان ملبكه، لان طبعا ابني ما شاء الله عليه صغير، وبنتي التانية اللي انت شفتوها دي 5 سنين بتغير من اخوها، عشان كده لما بيعمل حاجه اخوها هي بتعمل زيه بالظبط. تمام. انا هنا همسح الشقه كلها بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. النهارده والله العظيم انا كان نفسي اصور لكم الاكل كله، بس بجد تعب جدا. انا لما بيكون عندي عزومه ما بقدرش اعمل حاجه خالص، يا دوب بعمل الاكل، ما بقدرش اصور في الوقت ده، لان التصوير بيكون صعب في كميه الاكل، لان طبعا انتوا عارفين ان الجو حر خالص والمطبخ عندي ضيق، فطبعا لما بعمل الاكل بعمله في المطبخ. تمام. انا هنا مسحتها كويس جدا زي ما حضراتكم شفتوا. هبتدي ان انا افرش. اول حاجه غسلتها الكساوي بتاعه الكراسي بتاعه السفره علشان تلحق تنشف، وعلشان كمان الحق البسها للكرسي زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبه لكفر الانتريه انا برضه حطيته في الغساله، هو براحته بقى يتغسل مطرح ما يتغسل وينشف مطرح ما ينشف، لان انا اصلا كده مش محتاجاه. انا كل اللي كنت محتاجاه هي الكساوي بتاعه السفره زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي ان انا البس الكراسي زي ما انتم شايفين. هي ما شاء الله الكساوي دي جميله جدا، بتحافظ على الكراسي بتاعه السفره. انا والله بقى لي فتره كبيره جدا جايبه السفره ديت، وعشان احافظ على الكراسي جبت لهم الكفر جميل جدا ما شاء الله ورخيص خالص. انا طبعا السفره بتاعتي 4 كراسي، فانا اشتريت يعني ال4 كراسي، هما كانوا 6، بس انا قلت للراجل انا مش محتاجه غير 4، فاعطاني والله الواحده ب100، يعني انا جبت ال4 ب400 زي ما حضراتكم شايفين. شكلهم تحفة. وعلى فكرة نفس القماشة بتاعت كفر الانتريه، الكفر الانتريه القماشة بتاعت اللي هي الجكار عارفينها، هي نفس الكراسي برضو بتاعت السفرة. هبتدي ان انا افرش دلوقتي السجاد زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا هنا بسوي يعني السجاد علشان احطه في النص بالظبط، علشان ما يبقاش فيه ناحية يعني طويلة شوية وناحية قصيرة. انا بحاول ان انا اسويهم زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا هبتدي ان انا افرش الاول السجاد، وبعدين هبتدي ان انا اشيل البقع بالمزيل اللي حضراتكم شفتوه قبل كده في كذا فيديو. اللي لسه ما شافش الفيديو هسيبه لهم في صندوق الوصف. تمام. انا مستخدمها في كل حاجه عندي، مستخدمها في البوتاجاز، في السيراميك بتاعه المطبخ، مستخدمها للانتريه، حتى السجاد استخدمته فيه. انا هنا الصاله جهزت خالص الحمد لله. فتحت البلكونه، الشمس دخلت الشقه اهو. انا عندي الشمس بتظهر الساعه 2 بالظبط، يعني الساعه 2 بتدخل الشقه كلها. وده شكل الصاله ما شاء الله بعد ما كنستها ومسحتها زي ما حضراتكم شفتوا، ودهنت الحيطان زي ما انتم شايفين. والله كل كميه البقع اللي كانت موجوده انا دهنتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وفرشت الانتريه زي ما حضراتكم شفتوا، وفرشت المفرش الجميل جميل جدا ما شاء الله تحفه. انا بحبه جدا، حاسه رقيق جدا لايق على انتريه. والحيطان ما فيهاش اي بقعه خالص. شايفين كانت في الاول عامله ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. انا بحب الحاجه تكون مظبوطه، بحب الحاجه تكون نظيفه. وطبعا انا عندي عزومه النهارده زي ما انا قلت لكم، فلازم كل حاجه تبقى مظبوطه، كل حاجه تبقى حلوه خالص. طبعا الناس اللي جايين النهارده او الضيوف اللي جايين النهارده عزاز عليا قوي. صحابي طبعا واهل وناس وحبايبي جايين النهارده، فطبعا كل حاجه لازم تكون استقبال يكون يليق بيهم، يليق بالناس اللي جايه لي النهارده. ودي الصاله جهزت معانا ما شاء الله. انا طبعا خلصت اول حاجه شويه حاجات في الشقه، وخلصت طبعا كمية الأكل، وجهزت كل حاجة، وكل حاجة جاهزة الحمد لله. ما نقصاش بقى غير الضيوف ان هم يجوا بالسلامة بإذن الله زي ما انتم شايفين. انا تعبت جدا جدا النهاردة. ده انا بقول الحمد لله الحمد لله ان انا خلصت الأكل بقالي يومين. والله العظيم انا معرفش لو لما كنت خلصت كنت عملت ايه، لان الصالة دي اخدت معايا وقت كبير جدا جدا، على بال ما لميت السجاد وعلى بال ما مسحت ودهنت الحيطان، لان كانت الحيطان كلها متبقعة عندي. كان ابني ما شاء الله مبقع الحيطان كلها في كل حته، على سايب لي علامه يعني بمعنى اصح. فالحمد لله خلصت على خير، والاكل خلص الحمد لله، وكل حاجه جاهزه الحمد لله. وبناتي كمان جهزوا الحمد لله وخلصوا كل حاجه انا طلبتها منهم الحمد لله يعني زي ما انتم شايفين. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسيش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.